بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين ورمضان سعيد عليكم وعلى أحبابكم. رمضان بقى خلاص بيودع، والنهاردة جايبة لكم وصفة حلوة أوي النهاردة علشان فرد الشعر. الوصفة ديت هي جاهزة بصراحة، بس طبعا كل اللي عملوها وكل اللي جربوها شكروا فيها وقالوا من أول مرة بتفرد الشعر. كريم رائع جدا جدا، حاجة كده خطيرة. يعني أنا جبته مخصوص علشان أوريهولكوا على الطبيعة، لكن كتير جابوه وقالوا لي إن المنتج ده هايل هايل هايل. هنعمله النهاردة، أنا لسه فاتحاه اهوت الورقة اهي، وهنفتحه النهاردة مع بعض علشان خاطر أقول لكم ايه الحاجات اللي موجودة في العلبة علشان تعرفي تستخدميه. طبعا دوت للشعر اللي هو يعني ايه، بعد الرقبة بشوية، فهماني؟ مش للشعر الطويل، للشعر القصير. فهماني؟ لو انت بقى شعرك طويل هتضعفي، مثلا هتجيبي 3 وتعملي على كل ناحية 1.5، او انبوبه ونص. بصي بقى، بصي دي الانبوبه الكبيره اللي هي بتاعت الكريم الاساسيه اللي احنا هنستخدمها. هتجيبي طبق وتفضي فيه الانبوبه ديت، وتبداي تفلقي شعرك وتقومي توزعيه بالتساوي على شعرك. وبعد ما بتخلصيه على الناحية الأولانية، بعد ما بتوزعي كله الكريم على الناحية الأولانية، بتجيبي الناحية التانية وتقومي جايبة معانا برضو العبوة التانية، بنقوم جايبين الكريم التاني اهي، الأنبوبة التانية اهو. اهم يا حبايب قلبي، اشيل الورق خالص علشان ما تبكوش. هنشيل الورق خالص اهوت، خلينا نتعامل كده مع الحاجات معانا. خلاص يا حبايب قلبي، دي بقى الحاجات الانابيب الكبيره، ودي الكريم. ده الكريم اللي هو هنفرد بيه الشعر على كل ناحية من الشعر أو جانب. هتخلصي واحدة من الكريم دوت طبعا، هتفضيه في طبعا طبق صيني أو طبق بلاستيك، وتبدأي توزعيه بإيدك أو بالفرشة من الجذور لحد الأطراف. وبعد كده خلصنا الأنبوبة التانية، هنبدأ على الناحية التانية ونعمل برضو، هنفضي الأنبوبة وبرضو زي ما عملنا في الناحية الأولانية هنعمل في الناحية التانية. خلاص، من الجذور لحد الأطراف. طبعا هنجيب بقى مشط بلاستيك وتبدأي تمشطي الشعر من فوق لتحت، ومن جميع الجوانب، من ورا لقدام ومن فوق لتحت كله. ليه؟ علشان خاطر تبدأ معاكي عملية الفرد بسهولة. انت هتحسي بفرد الشعر في ايدك لما هتسرحيه. من لعلمك هو مش بينزل الشعر ولا حاجة، ما بيسقطش الشعر نهائي نهائي. الوصفة مجربة واكتر من حد جربها وقال النتيجة جميلة ومذهلة. طبعا احنا خلصنا الانابيب الكبيرة. بعد ما بتخلصي عملية الفرد نص ساعة كاملة، نص ساعة بتسيبيه الكريم على شعرك مع التمشيط من الوقت للتاني. خلاص، خدت الشاور بتاعك او غسلت شعرك كويس قوي قوي ونشفتيه، بنيجي بقى للبلسم بتاعنا الجميل. دي انابيب بلسم، دي علشان تثبت الشعر. وطبعا هنعمل نفس ما عملنا الكريم، برضو هنعمل موضوع البلسم على كل جنب. هتخلصي بانبوبة البلسم دي. خلاص، خلصت الاولانية، برضو هتعملي الجنب التاني. والبلسم هتسيبيه بقى مش نص ساعة، هتسيبيه ربع ساعة بس على شعرك. خلاص يا حبايب قلبي، كده خلصنا الكريم وعملية الفرد انتهت نص ساعة. هنيجي بالبلسم وهتقعد عملية التثبيت ربع ساعة. طبعا المنتج معاه ورقة اهيت يا جماعة بتشرح لكم كل التفاصيل اللي انتوا عاوزين تعرفوها. خلاص، هتاخدي بقى الشاور بتاعك برضو برضو بالتسريح، برضو من الوقت التاني هتسرحيه زي ما عملتي مع الكريم هتعملي مع البلسم علشان يثبت معاكي الكريم في الشعر. خلصنا الموضوع وخدت الشاور بتاعك نشفيه وبكل سهولة. ده كريم يا حبايب قلبي. الكريم دوت هتستخدميه بقى، هتدهني منه الشعر بعد ما بتخلصيه. خلاص يا حبايب قلبي، هو ده انا هوريهولك اهو. طبعا انا لسه ما فتحتوش لان انا جايباه عشان اصور معاكم الفيديو ده، عشان اصوره على الطبيعة. ده كريم طبعا عشان هم عبوتين فمديني 2 كريم. ده لدهان الشعر زي ما بتدهني بزيت باي كريم تاني، بس ده عشان يثبت المنتج في شعرك. وهي دي النهاردة عملية الفرد بتاعتنا الجميلة، سهلة وسريعة وجميلة جدا جدا. طبعا الفرد هيقعد معاكي حوالي بتاع 5 شهور، وشعرك حلو وسهل التسريح. حاجة روعة روعة. بصي من الاخر كده، ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم.
عجبكم اتمنى منكم بقى شير كده واشتراك، فعلوا الجرس وسبسكرايب عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتنا. كل سنه وانتم طيبين. وده احسن منتج هتلاقيه علشان خاطر تفردي بيه شعرك. ناس قالوا لي بصراحه الوصفه حلوه مجربه. خلاص، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.